اسمحوا لي في البداية أن أرحب بالإخوة أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الحاضرين بيننا كمراقبين وبالأعضاء الدوليين للمراقبة. وأحييهم على الدور الكبير الذي يطلعون به وعلى ثقتنا الكاملة في أنهم يقودون تونس أول انتخابات حرة ونزيهة في تاريخها. إخواتي أخواتي، باسم قائمة الرياضة التي الديمقراطية التقدمي أتحدث وأقول أنها ليست المرة الأولى التي نتقدم فيها في هذه الدائرة. سبق وتقدمنا في 2004 وتقدمنا للانتخابات في 2009 في مواجهة الظلم والاستبداد، واليوم نتقدم في بلد حر لمواطنين أحرار ليقرروا مصيرهم وينحتوا مستقبل بلادهم بكل حرية. بإمكاننا أن نصنع جبل أفضل لتونس. كونوا معنا، كونوا مع تونس. الشعب اللي أطلق شرارة الربيع العربي لهو قادر، نعم قادر أن يزرع البذرة الأولى للبناء الديمقراطي مش في تونس بركة وإنما في الربوع العربية إن شاء الله. منا جميعا أحزاب ومنظمات ومستقلين أن نتكتل إلى جانب الديمقراطية، إلى جانب الحداثة، إلى جانب التقدم. لذلك الحزب الديمقراطي التقدمي يمد يديه إلى كل الأحزاب الديمقراطية حتى نتكتل معا في المجلس التنفيذي حتى نصير معا دستورا ديمقراطيا يحفظ كرامة كل المواطنين، يحفظ كرامة الشاب، الرجل، المرأة، كل الجهات. ولكن الحزب الديمقراطي التقدمي ما عندوش أهداف حزبوية، ما عندوش قضية حزبية، ما عندوش قضية شخصية، هو حزب يضحي من أجل تونس الجديدة، تونس الجميلة. ولذلك احنا الآن ولو نتوالى عن البحث لتشكيل تآلف ديمقراطي واسع مع حزب التآلف ومع حركة تشكيل القوى الديمقراطية ومع حركة تونس ومع كل قوة ديمقراطية حديثة، لأننا نعتبر بأن في المجلس الوطني التأسيسي والقانون الانتخابي ما يسمح حتى حزب والحمد لله باش ينتخب بالحكم. اليوم منافسة كبرى بين التيار التحرر التقدمي الديمقراطي اللي يعمل جزء منه ويمكن أن هذا مجلس الدراسات العالمي اسمه إلى جانب صدر بعد دراسة ومقارنة من جميع البرامج اللي صدرت على الأحزاب التونسية بأن برنامج الحزب الديمقراطي التقدمي هو